ازاي تكسب $100 من النت؟ $100 من النت ازاي؟ $100 من النت، بس الفكره انها مش هتجيلك وانت نايم، لا هي هتيجي بشغل وتعب وجهد. طب انا المفروض ابدا منين؟ انت لما هتسمع الفيديو ده كمل الفيديو لحد الاخر، كل نقطه هتفرق معاك. في الاخر هتبقى عندك خلفيه كبيره عن الشغل على النت وان انت ازاي تقبض بالدولار. طب هل انا محتاج خبره ولا انا محتاج فلوس عشان ابدا؟ لا، انت مش محتاج كل ده. كل اللي انت محتاج انك تسمع الفيديو لحد الاخر وتفهم ان انت تبدا ازاي خطوه عشان ان انت تبدا تقبض بالدولار، وتابع معايا كل خطوه بخطوه. نسمي الله، نشترك في القناه ونعمل لايك ونبدا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها ان انت لازم تحدد المهاره اللي عندك. مثلا انت عندك مهاره، مثلا انت بتعرف مثلا تعمل تصميمات وديزاينات حلوه جدا لمطاعم ولوجوهات، ده الشغل هتقبض عليه بالدولار. ان انت مثلا بتعرف تعمل مونتاج، لو حد ادالك مثلا فيديوهات مونتاج لشخص مثلا كريتور محتوى، فهيديلك فيديوهات تعمل تمنتج الفيديوهات دي، هيديك مقابل عليها بالدولار. انت مثلا تعرف تعمل مثلا آه، كتابة محتوى، ان انت مثلا وتبيع المحتوى ده مثلا لجروبات، او مثلا هتبيعه مثلا لصناع محتوى. لو في حاجة كمان ان انت مثلا ممكن تترجم فيديوهات، انت مثلا فيديوهات مكتوبة مثلا بلغة مثلا عربي او انجليش، فيديوهات انت مثلا عايزين يحولوها مثلا لاسبانيش، انت عندك لغة مثلا انت حلو في الاسبانيش او الانجليش او الالماني، فهتبدأ تحول الكتابة اللي عندك لان مثلا للغة اللي انت عارف اللي هم اللغة المطلوبة. او يسأل حاجات كتير قوي بقى، فاهم انت؟ في حاجات كتير. مثلا انت مثلا لو انت صوتك حلو فانت ممكن، او صوتك حلو مثلا في الاعلانات او الجودة، فانت ممكن يستخدموه في حاجات كتير قوي. احنا بقى هنبدأ نحلل واحدة واحدة ونظبط كده ونشوف هنبدأ بايه. احنا عندنا 3 مجالات. اول حاجه مجالات زي مثلا موقع خمسات او فايفر. وتاني حاجه ان احنا مثلا الذكاء الاصطناعي، وان انت مثلا تكتب مثلا او تصمم بمساعده الذكاء الاصطناعي وتبدا تبيع الحاجات دي. وتالت حاجه واكتر حاجه مشهوره، التسويق بالعموله. انت بتسوق لمنتجات وبتاخد مقابل قصاد التسويق دي، سواء مثلا تطلع لحد على امازون، بتعرضها على جروبات عندك، بتعرضها اي حاجه بقى. فاهم انت؟ مثلا انت حتى لو في مثلا الناس بتعمل كورسات، انت مثلا تسوق للكورسات بتاعتهم بس يكون فعلا بيقدموا محتوى عشان انت ما فاهم، ما تضرش حد. انت مثلا احنا مثلا لو هنشتغل مثلا في التسويق، فاحنا عندنا موقع، هتبدا لازم تعمل اكونت عندك على امازون او ديجي ستور 24 في الخدمات. فاحنا محتاج نعمل اكونت على خمسات او فايفر. لو احنا مثلا مثلا هنكتب مقالات، فاحنا عندك اي رايتر ده وتلات مقالات، وانت تبيع المقالات دي مثلا سواء مثلا للروبات. بص، اولا نصيحة مهمة جدا، انت هدفك دلوقتي مش انت تاخد $100 او تكسب $100. هدفك ان انت مثلا تجيب مثلا $5. الاول هدف بسيط، حاجه انت تقدر تعملها. فاهم؟ ما تضغطش على نفسك مثلا ايه، لا انا لا $100، لا انا اما مش هعمل حاجه. فانت مثلا ممكن تبيع مقال مثلا زي مثلا $5، ممكن مثلا تبدا تسوق بالعموله مثلا $5 $10، حاجه بسيطه جدا. مع الوقت هيبقى لا في ربحيه اكبر وحاجه اكبر. بس انت لازم في الاول نبدا صغير. مفيش حد بيطلع بياخد السلم من فوق وبعدين ان هو ينزل لتحت، لا انت بتبدا السلم من تحت وانت تطلع لفوق. فمع الوقت مثلا من 5 ل $10 ل $15 $20 لحد ما توصل ل $100، وممكن تعدي ارقام كتير بكتير اصلا. بس الفكره انت تاخد السلم، قرر وسع شغلك. يعني مثلا انت لما تكسب اول عميل في اول مره هتقول له مثلا ايه رايك في الخدمه بتاعتنا، لو ترشحني لحد. فاهم؟ لازم تعمل ريليشن مع الكاستمر بتاعك، بحيث ان هو مثلا يرشحك مثلا للناس، مثلا لو حد محتاج نفس الخدمه، حد محتاج حاجه زي دي. ولازم تعرض شغلك في اكتر من مكان، يعني مثلا في الروبات على الفيس، عندك مثلا على الانستا، لاصحابك في اماكن، تعمل بيدجات مثلا وتبدا تعرض الخدمات بتاعتك. وان انت مهاراتك كل اسبوع، ما ينفعش ان انت مثلا بقى تبيع مثلا لعميل $5 او $10، لا انا خلاص انا ثابت على الرينج بتاعي، لا انا مش
خلاص مش هطور من نفسي كده، لا. لا، انت الفكره لازم تبدا تطور من نفسك اكتر واكتر. كل ما انت تطور من نفسك اكتر كل ما انت تاخد فلوس اكتر. يعني الخير مثلا كان عندك مثلا انرجي وخبره قد كده اهو، فانت ان انت مثلا كنت بتاخد عليها مثلا $5 على قد الخبره بتاعتك، انت مثلا طورت من نفسك وبقى عندك مهارات كتير، فانت لا تاخد $100. ودي الفكره فانت لازم تطور من نفسك دايما، ما تقفش عند النقطه اللي انت واقف عليها. خلال اسبوعين او 3 انت او شهر هتكون جمعت $100 اللي احنا بنقول عليها اساسا، وممكن تجيب اكتر كمان من كده. بس كل حاجه بتعتمد عليك انت عملت الجهد اكتر هتلاقي ايه اكتر. فضلت زي ما انت وبعت $5 بتاعتك، انت حر. طب ايه الفرق بينك وبين الشخص اللي هو بياخد بالدولار دلوقتي وبيقبض ومجمع مثلا ارقام كبيره جدا بالدولارات؟ إيه طيب، أو عموما احنا هنعمل فيديو قريب، الفيديو اللي بعد ده مثلا هجيب لك بقى تفاصيل هما بياخدوا كام فعلا بالدولارات، وهجيب لك امثله لناس بياخدوا مثلا هوريك هما بيقدموا خدمات ايه وبياخدوا قصادها رواتب ايه. انت حرفيا يعني مش هنحسد لهم ما شاء الله حرفيا، لان هما طبعا بيتعبوا فبياخدوا قصادها بالدولار اللي انت. فالفكره ان انت ايه، هتشوف امثله بقى. فانت ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات دي، تشوف امثله للناس فعلا بقى اللي بداوا يقبضوا بالدولار بقى وبيقدموا خدماتهم وبتاع. بس ايه الفرق بقى ما بينك وبين الشخص اللي يقبض؟ هو بدأ، انت مش عندك وعي بالموضوع ده، فانت دلوقتي الى حد ما خدت خبره عن الموضوع، وانا هبدا اعرفك ازاي مثلا تطور مثلا مهاراتك في كل مجال من المجالات دي، وان انت تبدا تشتغل فيها. الامر بسيط جدا، ما تقلقش، توكل على الله وان شاء الله ربنا هيوفقك. طب ومن الحاجات اللي احنا هنعملها حلوه، انت هتبدا بخطوه دلوقتي. انت هتخش دلوقتي في الكومنتات وتكتب لي مثلا المجال اللي انت نفسك تشتغل فيه، او المجال او المهاره اللي انت نفسك تشتغل فيها، وانا هدلك ازاي انت تبدا تطلع من الطريق ده. هنعرض الكومنتات، كل كومنت، ونعرض مثلا الطريق بتاعه ان انت تعمل ايه وازاي تطور من نفسك، وايه المهارات وايه الاماكن والكورسات اللي انت ممكن تاخدها المجانيه اللي هي تخليك تقدر تقدم المهاره دي. فما فيش احسن من كده، انا جايب لك كل حاجه لحد عندك، بقول لك يلا، باخدك من ايدك بقول لك يلا قوم يلا نبدا عشان تقبض بالدولار. ولو عايزين وانا هحاول اشرح لك كل مجال بالتفصيل وكل حاجه خاصه بالمجالات دي، ان انت تخليك تاخد اعلى اجر وراتب من ده. فانت ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب